السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بطريقة حلوة قوي، كل اللي هيدوقها هتعجبه جدا وهيسألك انتي عاملاها ازاي. هنعمل مع بعض الكنافة بالكاستر والمانجا او بالكاستر والفراولة، بما ان الفراولة موجودة كتير جدا في السوق، او باي نوع فاكهة ممكن تعمليه. حلوة جدا وسهلة جدا وبسيطة جدا وطريقة تحضيرها سريعة جدا. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا، وأول حاجة هنبدأ بيها الشربات. معايا كده كوباية ونص من السكر، هحط عليهم كوباية ونص من المية، وهنبدأ نقلبهم كده لحد ما ندوب السكر شوية. وبعد كده هرفعها على النار، وأول ما تبدأ تغلي هعصر لها نص ليمونة، وهحسب لها 7 دقايق من بداية الغليان. بعد كده معايا نص كيلو من الكنافة، انا حطيته في الفريزر قبلها بيوم، ممكن تحطيها 3-4 ساعات علشان بس يكون سهل معاكي ان انتي تفتفتيه كده او تعمليه بالشكل اللي احنا هنعمله ده. بتفركيه ما بين ايديكي كده بيكون سهل جدا. بعد كده هحط 3 أو 4 معالق من سكر البودر، وشوية صغيرين كده من الفانيليا، يعني كيس من الفانيليا او نص معلقة من الفانيليا. وهنقلب السكر البودر مع الكنافة والفانيليا لحد ما نمزجهم مع بعض كويس جدا كله. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من السمنة و3 معالق من الزيت، وهنقلب السمنة كده والزيت مع الكنافة لحد ما نشبع الكنافة كويس جدا بالسمنة والزيت اللي احنا حطيناهم عليها. بعد كده بشغل الفرن وبحطها في الرف الاوسط، وكل شوية هفضل اقلب فيها لحد ما تتحمر. على فكرة احنا ممكن نحطها في طاسة على النار ونحمرها، بس انا بالنسبة لي لما بتتحط في الفرن بتكون اسهل واسرع بكتير من اني احطها على النار كده واقعد احمر فيها. هنا الشربات بعد ما حسبت له حوالي 7 أو 8 دقايق من بداية الغليان بقى كده قوامه مظبوط. حطيت له شوية كده من الفانيليا وهنسيبه لما يبرد. تعالوا بقى ما نعمل الكاستر او الكريمة براحتك، لو عايز تعمليها كريمة عادي، كاستر عادي. هنا معايا كده كوبايتين من الحليب، وانا هنا هستخدم الكاستر يا جماعة، والبديل بتاعه النشا العادية بتاعتنا، بس في حالة ان انت تحطي النشا حطي معاها فانيليا، لان النشا طبعا معلهاش فانيليا، فهنحط فانيليا طعمها. الكاستر فيه فانيليا، فبحط كده 3 معالق من الكاستر، وعليهم معلقتين كبار كده من السكر، وهنقلب السكر والكاستر في الحليب، وبعد كده احطهم على النار لحد قوامهم ما يتقل. بصوا يا جماعة، هنا كده معايا الكنافة طالعة من الفرن سخنة، والشربات بارد، زقيتها بيه وسبت شوية كده حوالي ربع كوباية من الشربات. هقول لكم هنعمل بيهم ايه واحنا شغالين مع بعض. بعد كده هقلب الكنافة في الشربات. وهنا الكنافة بعد ما حطيت الشربات شايفين ما شاء الله حلوة، شربت الشربات وفي نفس الوقت مقرمشة مش طرية. معايا صينية كده مقاس 26، هحط فيها نص كمية الكنافة اللي موجودة معايا، واحاول ان انا افردها واعملها طبقة كده في الصينية. بسويها على قد ما بقدر كده وتكون طبقة مستوية، واضغط عليها كده بظهر المعلقة علشان تكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ده الكاستر بعد ما قلبته على النار وقوامه بقى تقيل بالشكل ده، انا عايزة القوام يكون تقيل مش خفيف. بعد كده هنجيب الكنافة وننزل عليها بالكاستر اللي احنا عملناه. طبعا اللي مش عايز يعمل كاستر ويعمل زي ما قلت لكم اللي هي الكريمة، يعمل كريمة مفيش مشكلة خالص، بس احنا كتجديد يعني هنحط كاستر بدل الكريمة. بعد ما فردت طبقة الكاستر كده هسيبها لما تبرد خالص خالص وما يكونش فيها اي درجة حرارة وتكون بدأت تجمد شوية. بصوا هنا الكاستر بعد ما برد بحط ايدي عليه كده بقى جامد زي المهلبية الجامدة كده. وبعد كده بنزل على الكاستر بالكمية الباقية معايا من الكنافة، وبحاول ان انا افردها واسويها زي ما فردت الطبقة الاولانية بالظبط. يعني بنحاول ان احنا بظهر المعلقة كده نفردها ونسويها ونخليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا ممكن نقدم الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن نقطعها ونقدمها زي الكنافة بالكريمة او الكنافة بالكاستر اللي احنا عاملينها، وتتقدم وهتبقى كنافة زي اللي متعودين عليها. بس احنا بقى هنضيف لها اضافة هتخليها احلى واطعم بكتير كمان من الكنافة العادية. هنا معايا كده حباية من المانجا، قطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والمانجا دي يا جماعة على فكرة متفرزة، مش مانجا طازة ولا حاجة. هنا كمية الشربات الربع كوباية اللي انا قلتلكوا عليها، هنزل كده بالمانجا اللي موجودة معايا على ربع كوباية الشربات اللي كانت باقية من الشربات اللي احنا عملناه، اللي انا قلتلكم سيبوها هنعمل بيها حاجة بعد كده. هقلب الشربات كده مع المانجا، والخطوة دي بتخلي المانجا بتاعتنا مسكرة وفي نفس الوقت كمان لونها حلو. بعد ما كنت هعمل نص الصينية مانجا والنص التاني هسيبه سادة،
الولاد طلبوا مني ان انا اعملها كلها بالمانجا، فجبت حبايتين مانجا تاني وقطعتهم وكملت الصينيه. بعد كده فردتها كلها كده على وش الصينيه، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن بدل المانجا استخدم فراولة. بصوا هنا انا هنا استخدمت فراولة برضو، جبت فراولة وقطعتها وفي نص كوباية من الشربات وقلبتها كده وحطيتها برضو على وشها. يبقى عايزة تعمليها بالمانجا اعمليها، بالفراولة تعمليها، ممكن كمان تعمليها بالموز، ممكن تعمليها بأي نوع فاكهة موجود في الموسم بتاعه. هتكون تحفة بأي فاكهة انتوا بتحبوها. قطعيها وقلبيها في ربع كوباية الشربات وحطيها على وش الكنافة. بصوا يا جماعة، الكنافة كده واخدة ميكس ما بين القرمشة وما بين الطراوة وما بين الفاكهة اللي هي الفريش. حاجة كده يا جماعة تحفة تحفة تحفة. كل اللي هيجربها بجد يا جماعة حاجة جديدة كده ومختلفة عن الكنافة اللي احنا متعودين عليها، او الكنافة بالكريمة اللي احنا على طول متعودين عليها وبنعملها. جربوها وقولولي ايه رأيكم فيها. ما تنسوش التعليق بتاعكم اللي بفرح بيه جدا. واللي اول مرة يشوفني يا ريت يشترك في القناة. هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير اوي الفترة اللي جاية. اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.